السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو جديد. طبعا هذا البطاريات الخاصة بالتحكم، جهاز التحكم للتلفاز. يقوم بطاريات بالنفاذ، وتضطر إلى شراء بطاريات ثانية. فهذه أزمة ربما تقوم بمدة طولة المدة، تقوم بإفراز رصيد وتتلف، طبعا تتلف الجهاز الذي موجود فيها. فبغض الأفكار الخاصة بي، افتكرت بطارية هذا الجهاز يعمل ببطارية الهاتف، وقمت بإحضار جهاز قديم والعمل عليه حتى لا يتلف. طبعا مع التجارب أخذت منهج تجريبي والملاحظة. كما ترون هنا توجد بطارية هاتف 3.7 فولت. طبعا الموجب، هذا السلك الموجب وهذا السلك السالب. طبعا هنا كما ترون هنا موجب وهنا السالب، هنا في الرسم التخطيطي للبطارية. فقمت بإحضار، ها هو السلك الموجب التي فيه مربعات حمراء، والسالب التي فيه إشارة سالب. طبعا هذا الخيط خاص بالشحن، حينما تنفذ البطارية تقوم بالشحن بالESP. طبعا يجب إحضار ديود، كما ترون هنا ديود، هذا ديود إنه في السلك الموجب، والخط الذي يقوم بعزل عدم رجوع الكهرباء إلى هنا، والخط في الأعلى موجه للقطب الموجب، وها هو السلك السالب للشاحن الخاص بالESP. فيجب عليك أخذ هذا الأصلي، ها هو الموجب، وهذا السالب الكارتمان تاع جهاز التحكم. يجب عليك إحضار مقاومة حتى لا تتلف الجهاز، عدم إتلاف الجهاز. ها هي المقاومة. طبعا السلك الفضي من هنا، والسلك الأزرق والرماد الأزرق بارد، والأصفر الذهبي، وهنا الفضي. كما ترون هنا الموجب، وها هو السالب. طبعا بطارية هاتف تعمل بجهاز تحكم قديم. قمت بإحضار جهاز تحكم قديم، ويجب علي العمل عليه وتجريبه. طبعا سأقوم بتجريبه هنا كما ترون، ها هو يعمل. سأقوم بخفض الصوت، وسأقوم بزيادة الصوت، سأقوم بخفضه. كما ترون أنه يعمل بدون أي شيء، فبمدة أطول، ربما يستغرق شهر أو أكثر. كلما زادت البطارية كلما زادت الاحتمال الاستغراق. سأقوم بتبديل القناة.
كما ترون أنه يعمل جيدا. وها هو اختراعي أو فكرة بطارية. سأقوم بخفض الصوت وتبديل وزيادة الصوت. طبعا هنا ها هو يعمل جيدا. وإلى اللقاء.